مصر أم البلاد وتاج راس الدنيا، نيلها لؤلؤة بيضاء، واديها مسكة سوداء، سهلها زمردة خضراء، أما الذهب فرمالها الصفراء. فمن يبحث عن كنوز الدنيا فليبحث عن كنوز مصرية. تعتبر جبانة منف أكبر وأعظم جبانة في العالم، فهي تمتد على مساحة 80 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، بداية من أبي رواش، امتدادا بأهرامات الجيزة وزاوية العربان وأبي صير وسقارة ودهشور واللشت وميدوم في الجنوب. وهي من أكبر الجبانات في الحضارة المصرية، وهي أقدم جبانة للعاصمة في عصر الدولة القديمة، وتشمل كذلك بعض المقابر والأهرامات من عصور الدولتين الوسطى. وتقع سقارة على مسافة 28 كيلومترا جنوبي القاهرة، بين أطلال منف والهضبة التي وجد فيها أكثر من 20 ملكا وهيئة كاملة من النبلاء وبعض سكان العاصمة منف. وتوصف سقارة بأنها جبانة فسيحة الأرجاء، يبلغ طولها حوالي 4 أميال ونصف الميل. وقد صار سهل المومياوات مقرا لشعائر العصور القديمة ومزارا عظيما للقادمين لزيارة مصر. وما يدهش له المرء أن سقارة مؤلف موسوعي لعلم الآثار المصرية وللتاريخ والفن، فهي كتاب مفتوح تحكي صفحاته قصة الحضارة المصرية القديمة عبر العصور المختلفة. جبانة سقارة بتعتبر أكبر وأقدم جبانة في تاريخ مصر القديمة،
وبتحتوي على العديد من المقابر من مختلف الأسر، سواء إذا كان مقابر ملوك اللي هي طبعا بتبقى على الأشكال الهرمية، أو مقابر الأسر الملكية وأيضا النبلاء والخاصة. في جبانة سقارة بنجد العديد من الأسر أنشأت مقابرهم في هذا المكان، زي الأسرة الثالثة والأسرة الخامسة والأسرة السادسة. بنقول كمان ان في هذا المكان الجميل من سنين فاتت ما كانش الشكل او ما كانتش جبانة سقارة عبارة عن صحراء جرداء زي ما احنا شايفين، ولكنها كانت منطقة كثيفة الخضرة، وكان فيها العديد من الحيوانات البرية زي الغزلان والزراف والأسود، وكان كمان فيها أشجار ضخمة جدا، خصوصا من أنواع أشجار الصمت وأشجار الجميز اللي كانت بتسمى بتين فرعون. هذا المكان أيضا كان بيسكنه العديد من رجال الدين ومن الكهنة، وكانوا في فترة الليل كانوا دايما بيرتلوا الأناشيد الدينية والتعويذ والتعزيم حول الأهرامات والمقابر. وكان أيضا علماء الفلك بيجوا يسكنوا هذا المكان، لأن كان هذا المكان معروف عنه أنه هو أحسن مكان لدراسة النجوم والكواكب. وتعتبر جبانة سقارة هي الجبانة الوحيدة في مصر التي تضم مقابر ملوك الأسرة الأولى والثانية وأهرامات ملوك الأسرة الثالثة والخامسة والسادسة المزينة بالنقوش الجنائزية القديمة، وتحيط بها المصاطب العظيمة المدفون بها النبلاء والوزراء وكبار رجال الدولة. هرم زوسر اللي احنا شايفينه معانا في الخلفية دلوقتي هو الشكل النهائي لفكرة تطور المصاطب أو تطور المقابر. شكل المقابر في البداية كانت بسيطة وفقيرة للغاية، خصوصا ان هي كانت مقسمة لنوعين. النوع الأول كان النوع الخاص بالأتباع والصناع والخدم، وهو ده النوع اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. هذه المقابر كانت عبارة عن حفرة صغيرة تحت الأرض، وكان ليها سقف من الخشب، وكمة التراب اللي كان بيتم استخراجها من داخل الحفرة كانت بتوضع فوق المقبرة. أما جثمان الشخص المتوفي فكان بيلف بالكتان، وكان بيوضع في شكل القرفصاء داخل صندوق خشبي صغير. الرأس بتبقى للشمال، وبتبقى بيبقى الجثمان على الجانب الأيسر. من أشهر الحاجات كمان اللي وجدوها داخل مقابر البسطاء والأتباع والخدام إن بيبقى طبعا في احتياطات لإعادة الحياة مرة تانية، بيبقى في أواني النبيذ والطعام. برضو من الحاجات اللطيفة جدا اللي اكتشفوها إن بيبقى في أدوات داخل هذه المقابر خاصة أو بتعبر عن شخصية صاحب هذه المقبرة. يعني لو كان صاحب هذه المقبرة نجار، كانوا بيلاقوا نماذج صغيرة من السفن. لو صاحب المقبرة صانع، كانوا بيلاقوا أدوات من النحاس. ولو صاحب المقبرة جزار، اكتشفوا سكاكين خاصة بتقطيع اللحم. وحتى مقابر البسيطات من النساء اكتشفوا فيها أدوات للتجميل.
تاني نوع من المقابر هنتكلم عليه في حلقتنا النهارده هي مقابر الأشراف والنبلاء. وطبعا المقابر دي كان ليها شكل مختلف شوية. في مقابر الأشراف والنبلاء ابتدى الاهتمام بالمقبرة من الداخل ومن الخارج. من الداخل طبعا حصل توسيع للمقبرة، وحصل بعض الرسومات والنقوش، وحصل ان المقبرة تم كسيها بالطوب اللبن من الداخل. وبرضو كان وضع الأساس الجنائزي لأول مرة في مقابر الأشراف والنبلاء. بعد كده انتقل الاهتمام من داخل المقبرة لما فوق المقبرة، وهو بالتحديد بداية تكوين شكل المصطبة. ابتدى الاهتمام بكومة التراب اللي موجودة فوق المقبرة، ان هي تبقى اكبر شويه، ان هي تبقى مستويه، ان هو يتم كسائها بالطوب اللبن. وبعد كده تطور هذا الشكل حتى ظهرت المصطبه، وظهرت مصطبه تلو الاخرى حسب الاهتمام، لحد ما جينا للشكل النهائي او للتكوين النهائي للشكل الهرمي، وهم الست مصاطب اللي خاصين بهرم الملك زوسر. بدأت مصاطب الأشراف في الأسرة الرابعة تبنى بالحجر بجانب الطوب اللبن. وإذا تتبعنا تطور مقابر الأشراف منذ بداية الأسرات حتى أوائل الدولة القديمة، سنلاحظ أن المصطبة في واقع الأمر هي نهاية المطاف الذي وصل إليه المصري القديم لحماية جثمانه، وذلك لضمان الحياة في العالم الآخر. ففي بداية الأسرة الثالثة بدأ الأفراد من كبار رجال الدولة الاهتمام بالبناء العلوي لمقبرته بكل الوسائل. وجاءت كلمة مصطبة حينما أطلقها عمال الحفائر على مقابر الأشراف التي ترجع لعصر الدولة القديمة، عندما كان يشرف عليها مريد باشا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهي كلمة عربية تعني الدكة المبنية من اللبن أو الحجر، والتي تشيد بجانب بعض مساكن القرى في مصر. وأطلقت هذه الكلمة للتشابه بين المصطبة والجزء العلوي لمقابر الأشراف في الدولة القديمة. الهرم المدرج الشهير هو عبارة عن مقبرة للملك زوسر. وعلى فكرة مجموعة الملك زوسر الهرمية بتتكون من عدة أشياء، منها المقبرة العظيمة طبعا وهو الهرم المدرج، والمعبد الجنائزي، والسور الضخم المحيط بالمجموعة كلها. وأيضا بيوجد داخل هذا السور أو في حرم المجموعة الهرمية الخاصة بالملك زوسر قصور أو رموز لقصور منحوتة بالداخل بتمثل إجراءات وشعائر عيد الحبسد. صاحب هذه المجموعة المعمارية الرائعة المهندس المصري العبقري الشهير إمحوتب. إمحوتب كان المهندس المعماري الخاص بالملك زوسر، وكان أيضا طبيب، وكان مؤلف، وكان فنان، وكان كاهن، وكان دارس لعلم الفلك. وطبعا هذه العبقرية المصرية يمكن كان بداية ذكره في التاريخ إن هو أول من أنشأ منشأة معمارية من الحجر، بعد ما كانت كل المباني المصرية القديمة منشأة من الطوب اللبن أو من الأخشاب. فكانت مجموعة الملك زوسر تعتبر مجموعة إنشائية عبقرية، لأن هي أول منشأة معمارية من الحجر، وهي اللي خلدت اسم المهندس إمحوتب. وأيضا إمحوتب كان مذكور كعبقرية معمارية وطبيب وما إلى ذلك في كل التواريخ الأخرى أو في كل الحضارات الأخرى، زي التاريخ الفارسي وفي التاريخ البطلمي. وكان بيذكر في الحضارات الأخرى باسم سيد الفنون كلها. يعد الملك زوسر هو مؤسس الأسرة الثالثة،
بل هو أشهر ملوك هذه الأسرة. ترجع شهرته إلى الإنجازات الحضارية التي تمت في عهده، ولا سيما في مجال العمارة، وقد أعطته بردية تورين اهتماما خاصا بوصفه مؤسسا لعصر جديد، فسجلت اسمه بالمداد الأحمر. ولعل أهم الأحداث السياسية التي تمت في عصره هو نقل العاصمة السياسية والإدارية بصفة نهائية من ثيني إلى منف. وكانت فكرة الهرم في البداية هي تشييد مقبرة ملكية مثل المصطبة، ثم تحولت المصطبة البسيطة إلى عدة مصاطب ذات شكل تدريجي. وتعتبر المجموعة المعمارية الرائعة الخاصة بالملك زوسر في جبانة سقارة من أعظم ما حققه المهندس الشهير إمحتب، الذي تحول إلى أسطورة فنية وعلمية عبر الأزمنة. وتتضمن تلك المجموعة 6 عمائر بخلاف الهرم والسور الخارجي، وكلها مبان فريدة من حيث طرازها ونوعها. وتشغل هذه المباني مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع. وإلى الشمال من الهرم يوجد المعبد الجنائزي أو معبد الشعائر، وكان ضخما كثير الحجرات، وشيدت عند مدخله حجرة مغلقة سميت مجازا باسترداب، وتحتوي في داخلها على التمثال الكامل الوحيد الباقي للملك زوسر. وقد رأى العلماء أن وجود تمثال الملك داخل السرداب ليس أكثر من هاد لروح صاحبه عندما تهبط من شمال السماء ثم تتجه إلى معبد الشعائر لتنعم بالقرابين والدعوات المقدمة فيه. وإلى الجنوب من الهرم يوجد فناء واسع حدد بنصب حجري كبير ارتبط بشعائر عيد الحبسد. من أشهر المنشآت المعمارية اللي موجودة داخل جبانة سقارة والخاصة بمجموعة الملك زوسر اللي أنشأها المهندس والطبيب الشهير إمحتب، هي مجموعة مصغرة من القصور الملكية والمعابد الجنائزية اللي كان بيقام فيها احتفال الحبسد. زي ما احنا شايفين كل دي مجرد نماذج مصغرة من القصور والمعابد. والعيد الخاص بالحبسد معناه العيد اللي كان بيحتفل فيه الملك بالتتويج بعد 30 سنة. كان كل 30 سنة بيعاد هذا الاحتفال. ده كان في البداية. عيد الحبسد كان بيأتي ليه كل الأمراء من إقليم الشمال أو من أقاليم الشمال ومن أقاليم الجنوب، وكان بيأتي إليه كل الكهنة من كل المعابد اللي موجودة في مصر. كانوا طبعا بيحضروا هذا العيد عشان يجددوا الولاء للفرعون العظيم. زي ما قلنا أعياد الحبسد كانت في البداية بتقام كل 30 سنة كاحتفال باليوبيل الثلاثيني للتتويج، لكن طبعا هم بعد كده اكتشفوا ان دي فترة طويلة جدا وان ممكن الفرعون ما يقعدش الفترة دي كلها علشان يعيد الاحتفال. فابتدت الأعياد دهيت تبقى كل 5 سنوات، يعني بعد 5 سنين الملك يعيد التتويج مرة تانية ويقيم هذا الاحتفال. أعياد الحبسد كانت طبعا هامة جدا، وعلى فكرة بيوجد رسومات كتيرة جدا موجودة داخل هرم زوسر المدرج اللي كانت بتعبر عن بعض الطقوس والشعائر الخاصة بهذا الاحتفال، منها تغيير الملك للملابس، وطبعا اهتمامه ان هو يرتدي ملابس الشمال ويرتدي ملابس الجنوب أثناء هذا الاحتفال. ويربط ما بين فناء معبد الحبسد والقصر طريق قصير تستدير نهاية جداره الأيمن على شكل ربع دائرة محكمة الاستدارة ليس لها مثيل في العمارة المصرية القديمة.
وبجوار قصر الملك فناء رحب واسع حفت بجانبيه مقاصير فخمة، شيدت الغربية منها بأسماء معبودات الوجه القبلي، وشيدت الشرقية منها بأسماء معبودات الوجه البحري. وتتصدر الفناء منصة حجرية متسعة ترتفع عن الأرض بنحو المتر، ويؤدي إلى سطحها سلم في واجهتها الشرقية، وكانت تعلوها مظلتان تضم إحداهما عرش الوجه القبلي، والأخرى تضم عرش الوجه البحري. ولم يتبقى من مقاصير هذا الفناء غير أطلال تنم عن مهارة صانعيها، وكانت محلاة من الأعلى بدلايات منقوشة في الحجر مشكلة على هيئة أوراق الشجر. من أشهر المنشآت المعمارية اللي موجودة داخل جبانة سقارة هو هرم أناس أو هرم ونيس آخر ملوك الأسرة الخمسة. يمكن هذا الهرم اللي احنا شايفينه بشكل متهدم أو أطلال باقية هو بيمثل شيء هام جدا في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، خصوصا في مجال الشعائر الدينية، لأن ده أقدم هرم نحت بداخله النصوص المعروفة بنصوص الأهرامات أو نصوص الموتى. ده كان أقدم هرم تم اكتشاف هذه النصوص بداخله، وبعد كده تم نقلها لباقي المقابر والأهرامات. أهمية هذه النصوص إن هي كانت في البداية كانت شفهية، وبعد كده تم كتابتها ونقلها داخل الأهرامات كمقابر للفراعنة. أهمية هذه النصوص إن هي الرموز السحرية الوحيدة اللي بتعيد الفرعون مرة تانية للحياة بعد الوفاة. كان كل الكهنة وكل رجال الدين في هذه الفترة بيعتقدوا في القوة السحرية لهذه الرموز، وكانت هي اللي عندها قوة إن هي تستدعي الملك من عالم الموتى إلى عالم الأحياء، وتعيد في الروح مرة تانية علشان يدخل إلى عالم الخلود، وأيضا يتحول إلى إله ويعود مرة ثانية بروح مختلفة وجديدة إلى جسد آخر أو إلى فرعون آخر. هي نفس فكرة الخلود سواء إذا كان على الأرض أو الخلود في العالم الآخر. كان أناس المعروف بونيس آخر ملوك الأسرة الخامسة، وكان أول ملك في الأسرة لا يحتوي اسمه على لقب رع، ولكنه أضيف له أسوة بأسلافه، ولا يعرف عن فترة حكمه إلا القليل، ولكنه كان ذو شهرة امتدت إلى أبعد الأماكن، فقد عثر على آنية تحمل اسمه في بعض البقايا الأثرية في أكبر المدن التجارية في شاطئ فينيقيا، وقد استمر حكمه حوالي 30 عاما طبقا لما أتى في بردية تورين، كما عثر على اسمه منحوتا في جزيرة الفيلة. وفي داخل هرمه الصغير الذي بناه في الركن الجنوبي الغربي لهرم زوسر نقشت فيه لأول مرة ما يعرف بنصوص الأهرام، وكانت جدران حجرة الدفن تحمل نقوشا تمثل فصولا طويلة، وهي عبارة عن طقوس مختلفة للملك المتوفى وصعود روحه إلى السماء. زي ما قلنا أعزائي المشاهدين إن جبانة منف هي أكبر جبانة وأقدم جبانة في تاريخ مصر القديمة، وإن جبانة سقارة هي الأقدم وهي جزء من جبانة منف، إلا إن بالرغم إن هي قديمة جدا لكن لا يزال هناك العديد من الاكتشافات بتتم في جبانة سقارة. وأحدث هذه الاكتشافات اللي تمت على يد البعثة الفرنسية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في المجموعة الهرمية الخاصة بالملك بيبي الأول.
تم اكتشاف أشياء هامة جدا، من ضمنها طبعا اكتشاف النصوص الهرمية أو نصوص الموتى داخل هرم بيبي الأول. ولكن هذه الاكتشافات قادتنا إلى اكتشاف هم أكبر، كشفت البعثة المصرية النقاب عن امرأة هامة جدا، وهي زوجة الملك بيبي الأول وأم للملك بيبي الثاني. هذه المرأة اللي تم اكتشاف ان هي تعد ملكة هامة جدا في تاريخ مصر القديمة وايضا في تاريخ مصر الحديثة، وبتعتبر ان هي ملكة حاكمة بدون ان تتوج رسميا ملكة على البلاد. ولانها ملكة هامة جدا، او سبب اهمية هذه الملكة ان هي اللي عممت نصوص الموتى او نصوص الاهرامات الى كل الشعب المصري، وقادت الى نظرية اسماها المكتشفون ديمقراطية الموت.